ازيكم؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل ألذ قطع وصفة جمبري مقرمش، بجد طعمه تحفة جدا. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ازاي. عندي هنا نص كيلو من الجمبري، طبعا الجمبري متوسط متنضف كويس. هنجيب هنا بولة هنحط عليها كوباية من الدقيق. بعد كده هنحط التوابل، معلقه صغيره من الملح والبابريكا والكمون، وهنحط معلقه صغيره من الثوم البودره. هنقلب كده كويس. طبعا تاخدي بالك ان الجمبري ما يتكترش قوي التوابل فيه. هنحط عليها كوبايه من الميه وهنقلب كده كويس الخليط. ودي اول خطوه من خطوات الجمبري المقرمش. بعد كده هنحط معلقه صغيره من الكركم وهنقلب الخليط كده كويس. لازم القوام بيبقى تقيل معانا بالشكل ده زي ما انت شايفه. وكده طبعا جاهزه معانا. شايفين القوام بتاعها حلو قوي. بعد كده هنجيب الجمبري بتاعنا وهنحطه طبعا في التتبيله دي. هتحطي طبعا الكميه كلها وهنقلبها كده كويس. وبعد كده طبعا هنسيبها في التلاجة لمده نص ساعه تتشرب من التتبيله وتاخد طعم حلو. بعد كده هنعمل هنا الطبق الخارجي للجمبري، كوبايه من الدقيق، وهنحط كمان معلقه صغيره من بودره الثوم، وهنحط كركم وكمون، وهنحط معلقه صغيره من الملح، وهنحط كمان معلقه كبيره من النشا. النشا هنا بيخلي معاك الجمبري مقرمش وحلو قوي. كده تمام. كده طبعا بعد النص ساعه خلاص هنطلع الجمبري بتاعنا وهنغلفه من الطبقه التانية من الدقيق. هنحط كده كذا قطعه وبعد كده هنغلفها كده كويس بالدقيق. هنغلفها كده كويس كده تمام. طبعا وبتبقى جاهزه معنا بعد التغليف. هتعملي طبعا كميه حلوه جدا من التغليف وهتحطيها في طبق. وبعد كده هنسخن هنا طاسه تسخن كويس، وعلى طول هننزل بالجمبري بتاعنا، واهم حاجه الزيت يبقى سخن معاكي. طبعا هنسيبه كده يستوي براحته كده على نار متوسطه. هنحط طبعا الكميه كلها وهنسيبه طبعا يحمر كده براحته وياخد لون حلو جدا. عملت الكمية دي. اول كده ما تمسك نفسها شوية هتقلبيها وهتفضلي طبعا تقلبي فيها من وقت للتاني تاخد سوا واحد. كده تمام. طبعا جاهزة معانا. هنطلعها هنا في طبق. بجد التتبيله دي طعمها حلو جدا مقرمشه وحلوه قوي. جربوها بنفس الخطوات تطلع معاكي احلى جمبري مقرمش كريسبي. هنحط طبعا الكميه كميه لحد ما تخلص معانا، وبعد كده بتقدميها طبعا مع رز وبألف هنا وشفا. بجد لذ قطعم جمبري مقرمش طعمه تحفه جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك باسم اسماء بالخير. يلا باي.